اكيد بنشكر ابونا فام اللي تعبان معانا. طبعا بنشكر قبل كل انسان هو قداسة البابا تودرس. ما تتصوروش قد ايه انا لسه كنت معاه اول امبارح، وبيفرح جدا لما نقول له على اخبار المعهد. واحنا بنشكرك يا سيدنا على اهتمامك من ساعة ما قلنا للثلاثة، كان الانبا رفائيل والانبا تودروس، كان ابونا رفائيل اضمينا. طلبت منهم في المعادي، قلت له اول حاجة اللي هيمسك منكم كرسي ماري مرقص يهتم بالكلية الكليريكية ومعهد القديس ديديموس. فمن ساعتها الحقيقة سيدنا البابا اتجلس 2012 2013 كان بيبحث ان يجيب لنا تصريح هدم ومباني. دي ما حصلتش. انا قعدت حوالي 35 سنة مع البابا شنودة، كل ما فيش سنة تعدي الا لما اقول مرة واثنين وثلاثة على معهد القديس ديديموس. فمن هنا احنا مديونين ليك يا قداسة البابا باللي بتعمله في معهد القديس ديديموس. وبإذن الله 2025 هتكون هي بإذن الله بداية عهد جديد في معهد القديس ديديموس بمجهودك يا سيدنا وبصلواتك. بنشكر أبونا فام وبشكر المعلم كيرلس ماركو، لأن الحقيقة بيتعب. أنا قريب ليهم وشايف قد إيه اللي يعني منتمين قوي للمعهد، قد إيه التعب اللي بيتعبوا المعلم كيرلس. معلم كيرلس رغم ان عنده بيت واولاد وكنيسة برضه مهتم بتشطيب المعهد وكل حاجة بيعملها واحنا معاه. وطبعا بشكر كل الطلبة، مش انتوا بس الخريجين، بس انا عملت رسالة قلت ان كل انسان في كنيسة يطلع جزء من العشور او عشوره كلها للمعهد وياخد ايصال. فمن هنا انا برضه بسجل يا ريت انتمائنا للمعهد يكون عملي، ما يكونش بالكلام زي ما بيقول لنا الكتاب المقدس، لا نحب بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق. احنا كلنا في المعهد اتخرجنا مسكنا كنايس، انتمائنا لمعهد القديس ديديموس في تصرفاتنا وفي عطيانا للمعهد. نفضل على طول نطلع عشورنا للمعهد. المعهد عليه مصروفات كتيرة، بعد ما افتتح المعهد علينا التزامات كتيرة. ربنا يبارك حياتكم. طولت عليكم، سامحوني. شكرا. صوم طيبين. شكرا.